السلام عليكم. هجوم جماعة مسلحة على واحد من سلسلة مطاعم KFC، وكذلك مظاهرات أمام واحد من مقرات شركة بيبسي، كل هذا ردا واستنكارا على ما يقوم به الكيان المغتصب المحتل في فلسطين الحبيبة، وضرب أهلنا وقتل العشرات بل المئات من الناس الأبرياء. هذه الخطوات تعتبر خطوات صحيحة أو نضعها في خانة الخطوات غير السليمة؟ يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما كان المجتمع يحتاج إلى مثل هكذا ردات فعل، اللي هي طبعا مرفوضة رفضا قاطعا إذا كانت تسبب زعزعة بالأمن الداخلي للبلد. لو كان هناك موقف حقيقي وصادق من جميع المسلمين في أنحاء العالم، اليوم لازم تكون هناك وقفة من المسلمين ضد العدو الذي يصدر نفسه ويعترف بصراحة أنه عدو للمسلمين، بل يبرهن على هذا الاعتراف ببشاعة بما يقوم به من جرائم وحشية في قتل شعبنا في فلسطين المحتلة. ومع كل هذا لا زلنا اليوم كمسلمين نتقاتل فيما بيننا، نتصارع فيما بيننا. الاختلافات الفقهية العقائدية اللي لازم توظف توظيف صحيح، ويكون مكانها في مساحة أو في مكان السجال العلمي، يعني توظف للنقاشات، للحوارات الفكرية العلمية الثقافية التي يحترم فيها الطرف والطرف الآخر من مبدأ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن هذا ما جاي نشوف اليوم. اليوم نشوف المسلمين يغطون في نوم عميق ويوظفون كل طاقتهم وجهدهم لإسقاط أحدهم الآخر. ما مجبور على السني اليوم أن يعتقد بما يعتقد به الشيعة، ولا مجبور على الشيعي أن يعتقد بما يعتقد به السني. ولا تجامل على دينك، أنت الشيعي السني لا تجامل أبدا. افتح ميدان علمي، افتح ميدان فكري، اطرح ما عندك، بين أنك صاحب حق، مو مشكلة، بالأدلة العلمية القاطعة. أبد لا تجامل، أبد لا تجامل، ولا تهادن في دينك، لكن لا تطور المسألة وتصير إلى مسألة حقد وكراهية وقتل وقتال وعدوك جاي يقتل بيك. نتعارك وعدونا المشترك يقتلنا صباحا ومساء. إيش وقت نصحى؟ إيش وقت نلتفت إلى ما يجري حولنا في العالم؟ ما جاي نفهم إنه هذا التصعيد اللي جاي نصعد جاي يستفيد منه العدو. هذا ما جرى في فلسطين قبل جرى في العراق والأمة سكتت، ما لها علاقة. واليوم ما جرى في العراق صار يعيد صورته على كل بلاد المسلمين، لأن المسلمين سكتوا وكيفوا. وكذلك اليوم البعض مكيف، شو اللي علاقة بغزة؟ أنا عساها انهجمت. هذا كله يفرح به العدو. لا، شلون احنا مسلمين؟ شلون مسلمين من بات ولا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ أقلها نتأثر نتألم. هسه ما نقول روح نقاتل، نقول لا، نوظف جهدنا، نوظف قوتنا وطاقتنا. اليوم الموقف حقيقي أمام شعبنا الذي يعتصر الألم ويعيش المعاناة في فلسطين. نسأل من الله حسن العاقبة. لا تنسونا من الدعاء. في أمان.